السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البليلة بطريقة سهلة جدًا، غير مكلفة خالص. عندِك شوية لبن هتقدري تعملي البليلة بأسهل طريقة، ومش وإن شاء الله هتعجبكم، والنتيجة بتاعتها كانت حلوة جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله البليلة عاملة إزاي؟ اللهم بارك، حلوة جدًا، جدًا. تعالوا نشوف مقاديرنا النهاردة، ووصفتنا الجميلة ديّة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد، اللهم بارك وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسمي الله ونبدأ النهاردة وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معايا بليلة، ده نص كيلو بليلة جايباه من العطارة، النص كيلو ده كان ب10 جنيه، وكان عندي كيلو حليب في التلاجة، فقلت أعمل لهم كده شوية بليلة، شوية بليلة كده إيه. هي هما بيحبوها يعني وعجبتهم جدا جدا، وسهلة وبسيطة جدا. جِبت بقى نُص كيلو بليلة كده، وغسلته كويس جدًا، ونقعته نُص ساعة في مَيّة مغلية. وبعد كده بعد النُص ساعة غسلتها برضه كويس جدًا، وحطيت عليها شوية مَيّة من الحنفية عادي جدًا، وحطيتها على البوتاجاز لمّا سِبتها تستوي. وضِفت كده كيلو حليب على النار، سِبته لمّا غِلي بالشكل ده كده. ودلوقتي حطيت عليه إزازة فانيليا أو معلقة صغيرة فانيليا. لو هنضيفها كده، أنا لسه ما ضفتش السكر طبعًا. وكده البليلة كانت استوت معايا، هابتدي بقى أضيفها كده في مع الحليب. ممكن نضيف لو عايزاها السُمك بتاعها يكون تقيل شوية، ممكن تضيفي معلقتين نشا، أو تضيفي معلقتين دقيق. أنا ما ضفتش لا نشا ولا دقيق، والقوام بتاعها كان حلو جدًا، جدًا، وما شاء الله كانت جميلة. بعد ما ضِفت كده البليلة هاضيف كمان شوية كده من جوز الهند. طبعًا لو حابة تضيفيها ضيفيها، مش حابة تضيفيها ما تضيفيش برضه منها خالص. وهاضيف كمان شوية من الزبيب. أنا ضِفت ب5 جنيه زبيب، وضِفت كمان ب5 جنيه جوز هند. سِبتهم غلوا مع بعض كده 5 دقايق بس، وبعد كده أنا لسه ما ضفتش السكر يا بنات، أنا هاشيل بس كده شوية عشان أبقى آكل منهم، لإني أنا مش باكل أي حاجة فيها سكريات. فهاشيل شوية من غير سكر، وبعد كده هاضيف السكر بقى. أنا هاضيف السكر كده في الآخر. ضِفت 3 معالق كبار سكر، ال3 معالق دُولة كانوا مضبوطين جدًا على مقدار البليلة اللي معايا. أنتِ لو حابة تزوّدي أو تقلّلي عن كده براحتك خالص. أنا شِلت الشوية اللي أنتم شُفتوهم دُولة لإني هاكلهم من غير سكر. هاقلّب بقى السكر مع البليلة كده كويس جدًا، وبعد كده هي كده جهزت، هنغرفها. ما شاء الله، وده كان شكل البليلة بعد ما خلصت. شايفين اللهم بارك، حلوة جدًا، والقوام بتاعها حلو جدًا وسهلة وبسيطة، ما أخدتش مننا مقادير كتير، مش مكلفة. أنتِ لو حابة تضيفي مكسرات ما فيش مشكلة خالص ضيفي. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، وإن شاء الله تعجبكم، جربوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وإن شاء الله أشوفكم على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.